السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عشان ندخل في الموضوع على طول كده، إذا كنتوا انتوا مش قادرين تفهموا إن البلد دي بتتحارب يبقى في حاجة في دماغكم. هنبص النهارده على العمليتين اللي حصلوا. عملية موتوا فيها 5 من الشرطة ومتصورة فيديو ونازلة وهم الكلاب ولاد الكلاب بيموتوا الجنود في البوكس، والعملية التانية واحد إرهابي دخل على فندق في الغردقة بسكينة موت 2 سياح وأصاب 4. فانتوا لازم تفهموا ان كل ما انت هتحاول تاخد نفسك هيطلعوا عينك، كل ما هتحاول تشم نفسك هيطلعوا عينك. وطبعا العقليه بنت الوسخه اللي احنا زهقنا منها، اللي هم جهابزه الانترنت وجهابزه الفيسبوك، اللي كل ما تحصل عمليه ارهابيه يقول لك ده عبد الفتاح السيسي بيعمل عمليه ارهابيه عشان يلهي الشعب. عبد الفتاح السيسي بيعمل عمليه ويقتل سياح عشان مش عايز السياحه تجيله. اصل عبد الفتاح السيسي اللي حط قنبله في الطياره الروسيه عشان تقع، عشان السياحه الروسيه تقطع عننا. هو انتوا بتاكلوا ايه؟ هو انتوا بتاكلوا خرا؟ هو انتوا الدماغ اللي موجوده ديت ايه؟ دماغ دي ولا انتوا حاطين هنا عقل حمير؟ انا عايز افهم. العمليه متصوره ونازله. بيت المقدس يعمل عمليه ضد الارهابي ضد الجيش بتاعنا في سينا وينزلها صوت وصوره وتبقى متصوره ويقول لك لا ده عبد الفتاح السيسي والجيش هو اللي بيموت جنوده. هو انتوا بتاكلوا ايه؟ انتوا بتاكلوا خرا ولا بتاكلوا ايه؟ مش قادرين تفهموا ان البلد دي بتتحارب ليه؟ انت بتفكر في السكر والزيت، حقك يا عم، لكن لازم تبقى فاهم ان احنا في وضع ما يعلم بها الا ربنا. ما شفناش ليه احنا البلاوي ديت في السنه بتاعت ابن العرس اللي اسمه محمد مرسي؟ ما شفناش ليه؟ ما شفناش تفجير ليه؟ ما شفناش اعتداء على عربيات الشرطه ليه؟ ما شفناش تفجير قنبله ليه؟ أنا عايزك تسأل نفسك. الإخوان أقذر جماعة إرهابية اتنشأت في مصر من أيام اغتيال عبد الناصر واغتيال النقراشي باشا واغتيال فرج فودة. إذا كنت نسيتوا ارجعوا شوية بالتاريخ. محدش يقول لي دي جماعة سلمية، دي جماعة بنت 60 كلب. هم واللي بيدعمهم إذا كان في قطر ولا في تركيا ولا إذا كان في أي بلد تاني مش قادرين تفهموا النقطة دي، يبقى انتوا اوسخ من الوساخه. وطبعا هنا بتكلم على الناس الوسخه اللي بتقول لك عبد الفتاح السيسي بيعمل عمليات ارهابيه عشان يلهي الشعب. ليه؟ عبد الفتاح السيسي عايز الامن والامان يرجع البلد. عبد الفتاح السيسي عايز السياحه ترجع عشان الدولار ينزل. عبد الفتاح السيسي عايز الهدوء يعم البلد عشان الاستثمار يجي. مش قادرين تفهموا ديت ليه؟ انا عايز افهم. وهو اصلا محسوب علينا ديكتاتور، وهو ولا ديكتاتور ولا نيله. ما يعمل زي حبيبهم رجب طيب أردوغان الخليفة، اللي بعد محاولة الانقلاب أكتر من 50,000 موظف اتشالوا، وأكتر من 1200 رئيس جامعة اتشالوا، وأكتر من 1500 واحد قائد وعسكري في الجيش اتشالوا. ما يعمل زيه، لكن هو محسوب علينا ديكتاتور على الفاضي. ورسالتي لوزارة الداخلية، أي حد تكوني واثقة إن هو بيتعامل مع الإرهابيين أو بيشارك الإرهابيين أو بيدعمهم، ما تجيبيش حد عشان السجون تعلفه. زهقنا خلاص. اللي تروحوا عشان تقبضوا عليه زي الاشكال الوسخه بتاعت النهارده دي اللي موتوا الجنود بتاعنا، اللي موتوا الجنود بتوعنا، ما تطبطبيوش، رجعوهم في شوله. احنا عندنا قضاء بيستشعر الحرج. ورسالتي لكل مواطن محترم بيحب البلد دي، اي حد جنبك شاكك فيه انه بيدعم ارهاب او بيمول ارهاب ما تسكتش، لان مسيرك هتتلط. ومسيره القنبله اللي مش هتيجي فيك النهارده هتيجي في ابنك بكره، وهتيجي في اخوك بعد بكره، هتيجي في قريبك اللي داخل الجيش بعد شهر، هتيجي في ابن اخوك اللي داخل الجيش بعد شهرين. اتعاونوا مع البلد دي لو وقعت والله ما هنلاقي بلد تلمنا بكل مشاكلها وبكل اللي فيها. اهو مش هتكلم كتير عشان انتوا بتقولوا ما تقولوش سوريا والعراق. لا، بص على سوريا وبص على العراق. بص على السوريين اللي متبهدلين في المخيمات. هترضاها لامك؟ هترضاها لاختك؟ احنا مش هنلاقي بلد تلمنا. اتقوا ربنا في مصر. كل واحد شايف حاجه ولا شايف ارهابي ابن وسخه، لان خد بالك هو ممكن يبقى في شارعك، ممكن يبقى في منطقتك. اللي تشك فيه بلغ عنه. ورساله تانيه للداخليه وبكررها تاني، اللي تروحوا تقبضوا عليه هاتوه في شوال، ما تطبطبوش وما تجيبوش حد يتعلف في السجن سنه واثنين وثلاثه.
وشكرا.